اللي صار في الفيراجات التوانسه في الشهر الاخراني هذايا خلى كل جمره تشد كانونها. تابعوني للاخر باش تعرفوا اصل الموفمه في العالم وفي الافريق عند شكون، وباش نحكي لكم على قصه اول دخله في تاريخ الكره العالميه. الكورفا في تونس الكل خدموا خدمه مزيانه برشا في الشهر الاخر، ورجعوا كل واحد لبلاصته، والناس اللي تغرمت بالمغاربه في السنين الاخرى عاودوا فهموا اللي الموفمه في الافريق خلقت في تونس. اول تيفوات ولا دخلات كما تحبوا انتم في تونس صاروا عام 99. لازمنا نستناو 6 سنين باش نعاودوا نشوفوا اول تيفو في المغرب، واكثر من 12 سنه باش نشوفوا اول تيفو في الجزائر. على مصر ما نحكيوش. المغاربه في اول الموفمه بتاعهم، وهذايا بتصريحهم هما يجيو لتونس باش يتعلموا كيفاش لا مونتاليتي الترا. اول تيفو بالمعنى المعاصر للكلمه صار نهار 16 مارس 1986. روما الثاني بتاع سيري A يقبل اليوفي الاول. شرايط بلاستيك تجبدت على الستاد كامل بتاع الاولمبيكو، مازالوا ما عملوش سقف تنجموا تفرجوا في التصاور. وفاوستو يوزا كابو الكوماندو الترا كورفا سود كان يجري في وسط التيران من بلاصه لبلاصه باش يعطي الكو دونفوا. الكو دونفوا صار بعلم بتاع السويد. علم السويد علاش؟ على خاطر الانترونور تاع روما وقتها إريكسون السويدوا. الطرحه نهارتها وفيها 3 بلاش لروما، وبرشا عباد حكيت وحتى تصويرات تنجموا تشوفوها بلاتيني كيفاش باهت في التيفو. قال لك جوارات اليوفي خسروا الطرح قبل ما يبداو يلعبوه باللي شافوه في المدرجات. الموفما والولتراوات عالم كبير برشا، ودو طون زون طون نتحفكم بحكايه من الحكايات من قاع الخابيه.